لو انت تعرف حد في ثالثه ثانوي فدي حاجات لازم تعملها. اول حاجه سيبوهم في حالهم، هم فيهم اللي مكفيهم واللي مكفيكم انتوا كمان، بس كاتمين، فمش لازم خالص تشارك معاهم مشاكلك. كلمه حلوه قولها، ما عندكش ابعت له ريز هزار عادي، فك الجو. تاني حاجه ما تحكيلوش رحله نجاح حد ابتدت بانه جاب 50% في الثانويه العامه، عشان دي كفيله توتره سنين قدام. تالت حاجه ما تسالوش هو انت خلصت المنهج كام، عشان السؤال ده هيخلي احساسه اصعب من احساس اي حد بيحاول يموفون وهو بيسمع اغنيه كلميني بالليل لمروان موسى. رابع حاجه ما تخرجوش من غيرهم وتقولوا لهم لو ما كنتوش في ثانويه عامه كان زمانكم خارجين معانا ومبسوطين دلوقتي. وقد ايه ان هم بيتدلعوا، امتحانات ثانويه عامه ايامك كانت اصعب سنه. وتسالوا كده قول لي كده جامعه وحي ايه؟ يا شويه جيل تابلت ما يعرفوش حاجه خالص عن الورق الملون. خامس حاجه ما تقولوش انت كنت شاطر وانت صغير، ازاي كبرت ومحتاس في المنهج كده؟ المنهج كبر معاك ولا ايه؟ جماعه هو انتوا ما اتعلمتوش ازاي تسبورتوا اصحابكم او اخواتكم وقت ما يحتاجوكم؟ ده بدل ما تضايقوهم يعني وكده، هاتوا لهم شوكولاته، اكل كتير، فيتامينات، عزموهم على ايس كوفي في البريك بتاعهم، طمنوا عليهم هم مش على المذاكره، ادعوا لهم. وما تخلوش اهاليهم يقفوا قدام اللجنه غير لو بيدعموهم بجد، مش رايحين بقى علشان يصيحوا ويزودوا صيح العيال وبدل الصياح يبقى صياحين وحاجه نيله.